أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم النهارده من مؤتمر القمة العربية الأفريقية ولريادة الأعمال والاستثمار. وسعدنا وشرفنا أن نلتقي ضيف من الرواد الدكتور محمود. أهلا وسهلا دكتور محمود، ومنور الدنيا ومنور الأجواء. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك، منورك يا فندم، وأنت النهارده متألق دايما وكما عودتنا في كل المؤتمرات. احكي لنا النهارده على الأجواء والمؤتمر والتنظيم المؤتمر، وخصوصا الشباب النهارده اللي حاضره من الوطن العربي النهارده يا فندم. اولا بشكر طبعا استاذه داليا لدعوتي لحضور المؤتمر النهارده. بس لاحظت شيء وهو شيء فريد من نوعه، ان معظم الحاضرين من الشباب، فده يعتبر لمسه جديده وطفره جديده في المؤتمرات، زي ما بيقولوا الاستثماريه، صح، اللي بتشجع على ان يكون في دور للشباب ودعم للشباب ومعرفة الشباب بالوطن العربي الافريقي بمعنى صح. حضرتك انا معاك في الحته ديت، الشراكه يمكن نقطه وصول النهارده وبدايه لكل شاب بحلم ان هو يقدر يحقق حلمه بالنسبه للاستثمار، صح يا فندم؟ اكيد، وعشان يعرفوا كمان مصرنا العزيزه او صح. وطننا العزيز بيعمل ايه على ارض الواقع من حيث الشراكه مع الوطن العربي والوطن الافريقي طبعا، لان مصر ام الدنيا. طبعا يا دكتور، ايه اللي لفت انتباهك النهارده كمان؟ اللي لفت انتباهي حسن التنظيم، جميل، طبيعه المدعوين فعلا ثقافه عاليه جدا، جميل. طبعا ده ما بياتيش من فراغ. الاتحاد العربي الافريقي دايما بيسعدنا بمؤتمراته المنظمه جدا اللي بتهدف لشيء. اتمنى ان يكون في بس توصيات للمؤتمر نحصل عليها عشان الكل يشتغل عليها، ونشارك الشباب الحاضرين او فئه الشباب الحاضرين بالتوصيات اللي احنا هنطلع بيها. مين اللي لبى دعوتها حضرتك النهارده؟ استاذه داليا عادل ولا مين؟ داليا عادل طبعا على التعريف. طبعا اخت عزيزه. تحب تقول لها كلمه او رساله؟ اتمنى ليها كل التوفيق. وطبعا هي دايما بتحط اسمها في المكان المناسب، فده شيء يحسب ليها بجد. وانا زي ما انت عارف يعني، او طبعا كل الناس عارفين ان احنا ما بنروحش اي مكان الا لما زميلي يا دكتور في كل مكان. محبوب بجد حبيبي، ربنا يعزك. انتوا اللي منورين، ودايما ببقى سعيد في اللقاءات معاكم دايما. توجه كلمه برضو للمخرج اكرم درة، تحب تقول له ايه؟ استاذ اكرم درة صديق عزيز طبعا، حد يعني بيخلص في شغله، يعني بيشتغل بحرفيه جدا ومنمق جدا في شغله، وبيحب دايما من A to Z اعلام، صح، من البدايه للنهايه. من البدايه للنهايه. احنا سعداء بيك جدا يا فندم النهارده في المؤتمر، وانا خطفتك من الاجواء. انا سامع ان المؤتمر بدا ان شاء الله، وان شاء الله بالتوفيق تملي، وان شاء الله نلتقي ان شاء الله في لقاء تاني ان شاء الله مع بعض. شكرا لك يا فندم، شكرا يا دكتور محمود، شكرا يا دكتور.